السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو معايا شوية أفكار ذكية كده، ويلا نشوف أول فكرة. اشتريته من 19 سنة وما كنتش أعرف إن وجوده مهم كده في حياتي، بجد والله العظيم يا بنات، تحفة. هتجيبوه منين؟ هتجيبوه من المحلات بتاعة أدوات المنزلية ب15-20 جنيه. تحفة، جميل جدا. طبعا انتوا عارفين ان احنا لما بنشوي الرنجة على العين من فوق او في الفرن من جوه، البوتاجاز بيبقى متسخ على الاخر وبيصرخ بول اغيثوني. طيب تعالوا بقى نجرب الطريقة دي. جبت الصاج دوت من 19 سنة، يعني من يوم ما اتجوزت تقريبا، بس بصراحة تحفة. بشوي عليه السمك والخضار وكمان الرنجة زي ما شايفين كده، بدون مية ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة خالص. بس بتسخني الصاج لمدة دقيقتين كده، وبعد كده بترصي عليه الرنجة. تحفة يا بنات، جميلة جدا الرنجة بالطريقة دي. بصوا بتتفتح كده لوحديها خالص، عن طريق طبعا درجة الحرارة بتاعة الصاج. تمام، وما بتاخدش وقت خالص ولا مجهود، وبتلاقي عندك الدنيا وردي وردي. شايفين يا بنات؟ تحفة جدا. ودي الجنينة دي عندي في قلب البلكونة، شايفين؟ ايه رأيكم؟ هبتدي بقى ايه بعد ما الرنجة بقى استوت بقى، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، ما بتاخدش وقت خالص زي ما قلت لكم. والقشرة بتاعتها بتتقشر بسهولة، والشوك بيبقى على جنب والقشرة على جنب، وبتلاقي فصوص الرنجة كده ايه جاهزة انك تاخديها بكل سهولة وبساطة خالص. ادعوا كتير يا بنات لأهالينا وإخواتنا وحبايبنا، ربنا ينصرهم، اللهم نصرا قريبا يا رب يا رب، اللهم أمين. شايفين يا بنات؟ ايه رأيكم؟ جربوا الطريقة دي، والصاج دوت اللي لقيتوه في أي مكان بسرعة البرق لازم تشتروه، جميل جدا. هتشووا عليه سمك، خضار، أسماك، رنجة، يعني تحفة تحفة بكل سهولة خالص. وبتشيلي ايه الرنجاية كده. هبتدي بقى ايه بعد ما افصصها فصوص كده، هبتدي ههرسها بالشوكة. ممكن تضربيها في قلب الخلاط زي ما انت عايزة، وممكن تهرسيها بالشوكة زي ما انا هعمل كده. طبعا عندنا بصل اخضر النهاردة بقى، وسلطة الطحينة هعملها في الفيديو، وهقول لكم ازاي كمان تعطروا الشقة بطريقة سهلة وبسيطة خالص. معلقتين كبار من الخل، ومعلقتين كبار من الزيت، وهنزل عليهم كمان ب3 معالق من الطحينة. حابة تزودي الكمية او تقللي حسب رغبتك. تمام. هنزل عليهم كمان بالليمون، عصير الليمون بيخلي الرنجة تحفة. رنجة، فسيخ، سمك، اي نوع من انواع الاسماك بيحب الليمون بطريقة يعني فظيعة قوي. هتحطي ليمونتين 3 بقى، يعني ايه، انا بصراحة بديلها ليمون زيادة يعني. بالشوكة بقى وهبتدي بقى ايه اشيل البذور الصغيرة دي وههرسها. حابة تضربيها في الخلاط ماشي، انا بصراحة بحب ايه اهرسها بالشوكة كده. بعد ما ههرسها بالشوكة هزوق الطبق بتاعي بشرايح طماطم وفلفل وليمون. حابة تحطي شرايح خيار براحتك، بس انا بالنسبة لي شرايح الخيار بتزفر السمك، مش عارفة ليه. بتزفر الرنجة والفسيخ والسمك عامة. فانا ايه بستكفي بشرايح ليمون وشرايح فلفل وشرايح طماطم. طبعا بصل اخضر. وتعالوا اتغدوا معانا وبألف هنا عليكم. تحفة يا بنات، لازم تجربوا. هنا بقى هنعمل الطحينة، والطحينة كنت عملتها على القناة قبل كده، والفيديو عجب ناس كتير قوي. معايا ربع كوباية من الطحينة الخام، وعليها عصرة ليمونة كبيرة، ومعلقتين من الخل، وكمان معايا ربع كوباية نص كوباية من المية بدرجة حرارة المطبخ، مية من الحنفية خالص، مفيش يعني افتكاسات خالص. هحط كمان نص معلقة من الثوم المفروم ناعم جدا، وهقلبهم، ورشة شطة طبعا، ورشة كمون، ورشة جوز الطيب. وهتقلبي لحد ما توصلي للقوام المطلوب، لا هي تقيلة قوي ولا هي خفيفة قوي. ايوه، قلبي كده ايه تقليبة كويسة.
حسب طبعا ما انت ايه عايزة القوام بتاعها خفيفة ولا تقيلة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلصنا ووصلنا للقوام المظبوط، هنبتدي بقى ايه نزوق الطبق، رشة جوز الطيب، رشة كمون، رشة شطة، وبكده ايه نكون خلصنا وبألف هنا. يلا بينا بقى نعطر الشقة. قشر الليمون اوعي ترميه في التلاجة واحفظيه، حطي عليه كوبايتين مية وسيبيه يستوي على البوتاجاز، وطولة ما هو بيستوي طولة ما انتي بتشمي ريحة في منتهى الجمال، بعطرلك الشقة كلها. وبعد ما تعطري الشقة كده وتحسي ان الدنيا تمام، هاتي القشر دوت وحطيه في الشرش او المش او مية بملح وشوية شطة، وبكده كمان تكوني عملتي مخلل. وبألف هنا ومع ألف سلامة.